السلام عليكم. تحياتي للجميع وخاصة للمغاربة في أمستردام وفي هولندا. مش خبرتكم ومش قلت ليكم راهو الشعب المغربي من أكثر الشعوب العربية تضامن مع القضية الفلسطينية. خبرتكم قلت لكم ثاني شعب بعد اليمن في عدد المظاهرات وفي قوتها وضخامتها وفي نوعيتها. والكلام هذا راه مش بعد 7 أكتوبر 2023. المغاربة من 30 و40 سنة مظاهرات بالمليون بنصف المليون بصراحة، والشيء هذا غير مستغرب. وبالله نقطة مهمة جدا لجميع العرب وغير العرب، من المسلمين وغير المسلمين، بالله لا تخلطوا بين الحكومة المغربية أو المخزن، ما يسمى بالعامية المغربية يسموه المخزن هم الحكومة، وبين الشعب المغربي. أنا لما نشوف تعليقات ناس تدخل وتسب المغرب يبدأ يجمع يحط كله في نفس الكيس في نفس الشكارة، ويبدأ المغاربة يهود، المغاربة صهيونيين، المغاربة مطبعين مع إسرائيل. يا أخي شوية عقل، شوية عقل وشوية حكمة بالله العلي العظيم. ما تنظروش إلى الكأس من فوق أو تنظروا له من زاوية فقط، ما تنظروش للمسألة من زاوية صغيرة محدودة. انظروا إلى المشهد ككل. المغرب راهي مش فقط هي المخزن، ولا المغرب هي الحكومة المغربية سواء برئيس الحكومة الحالي أو ببن كيران قبل أو كذا. ونحن نتعدوا راهو مغير تعصب ومغير أيديولوجيا أو مغير أي انحياز. أنا لما نتفرج على القنوات الإخبارية في الجزيرة وفي الميادين وفي القنوات حتى أوروبية ونشوف المغاربة متظاهرين بنصف مليون ومليون، ونجي بعد نقول فهمت المغاربه متصهينين، يا ناس راهو عيب عليكم احشموا شويه. اقسم بالله العلي العظيم من اكثر الشعوب، وانا صنفته في المرتبه الثانيه يجي بعد اليمن، من اكثر الشعوب التضامنا. ما تدخلوش ما تخلطوش الحابل بالناب، ما تخلطش المخزن بالشعب المغربي. المغرب ثم مش باش نبرر المغرب علاش مشت وعملت اتفاقيه مع اسرائيل وكذا، هذا موضوع ثاني ممكن نتكلموا فيه احنا، يا اما نذموها او نبرروا لها، ولو اني لا اكره ثقافه التبرير، وانا ادنت اكثر من مره تطبيع المخزن وواضح، وكنت واضح، وحتى اصحابي مغاربه خبرتهم قلت لهم انا ضد الشيء هذا كل، وهذا لا يجوز، وهذا تخلي عن قضايا الامه وخيانه سميتها. لكن المغرب مش فقط المخزن، والمغرب مش فقط مؤسسات سياسية وكذا. المغرب راهو قبل كل شيء هو شعب ومجتمع مدني وفيه حراك. تخيلوا المغرب نظام ملكي أقسم بالله، وفيها حراك شعبي أفضل من جمهوريات عربية كثيرة، وفيها رغم ثمة بعض التضييقات، لكن مساحة الحرية فيها لو تقارنها بمصر أو بالجزائر، مع احترامي طبعا للجزائر أو لمصر، وأنا أتحدث هنا على مساحة حرية، المغرب فيها مساحة حرية أفضل بصراحة. خلينا نتكلموا الصراحة، ممكن المغرب تونس لبنان وأيضا الكويت 4 دول من أكثر 4 دول فيهم حرية مساحة. نرجع ونركز على المغرب، ما تخلطوش بين الشعب المغربي وبين المخزن، بين الحكومة أو السلطة بالله كفاكم. لاني شفت انا نسبه نسبه السب والشتم في المغاربه ومتصهينين. يا اخي اكثر الناس ملتزمين بالقضيه هم المغاربه. ما نرجعش نحكي لكم على التاريخ وطارق بن زياد ويوسف بن تشفين، ونحكوا على المناضل الكبير، مناضل ضد الاستعمار الفرنسي، سامحوني نسيت اسمه، تو نتذكر اسمه ان شاء الله. فمرة أخرى بالله ما تغلطوش وما تخلطوش الأمور. شفتوا المغاربة اليوم في أمستردام، شفتوهم كيفاش نهضوا وكيفاش يعني تعرف ناس جازفت حتى بوضعها في هولندا. في ناس منهم عندهم الجنسية الهولندية ومع ذلك يعني راح وتصدى لك المتطرفين هذوما الصهاينة. ما نقولش اليهود، أنا نفرق بين اليهودية والصهيونية، لأنه في كثير من اليهود متعاطفين مع القضية الفلسطينية هنا في أمريكا وفي بريطانيا وفي فرنسا وفي كل العالم. أنا أتحدث عن الجماهير، فريق هذا مكافة حيفا اللي جاء لأمستردام، وهذا أثار الشغب وحرق العلم، نزع العلم الفلسطيني ثم حرقوا. هذا اللي حرق العلم الفلسطيني ونزعوا، المغاربة أخذوه رهينة وأجبروه
أجبروه بالسيف عليه أنه ينطق جملة فري بالستاين، الحرية لفلسطين. هم الرجال، فهمتوا ولا لا؟ فهمتوا ولا لا؟ وعلى فكرة ثم حملة كبيرة ضد المغاربة اليوم بطردهم من هولندا، وحتى السياسيين في هولندا وفي فرنسا، ماكرون، وفي بريطانيا وفي أمريكا وكذا يتحدثوا اليوم على انتي سيميتيزم، انه الناس هذوما المغاربه والعرب، خاطر هما اغلبهم مغاربه، وفيهم بعض العرب ايضا تونسيين، وفيهم جزائريين ومصريين وعراقيين ايضا، لكن اغلبهم مغاربه. هذوما ناس، فهمتوا ولا لا؟ الناس عندها وضعيتهم في هولندا، يا اما وضعيته في هولندا يا اما مواطن هولندي او حامل للاقامه، ومع ذلك هو خرج وتصدى للمتصهينين كأنه إنسان جازف يعني بوضعه القانوني في البلاد، تخيلوا يعني. فتحية مرة أخرى للمغاربة، والله أنا تحية لكم، أقسم بالله العلي العظيم، إلا على الأقل يشفي صدور قوم مؤمنين يعني بالحق. تشوف الناس كيف وكفى، وبالله توقفوا عن الخلط بين الحكومة المغربية وبين الشعب المغربي. الشعب المغربي في كل مرة يثبت أنه من أكثر الشعوب العربية التزاما بالقضية الفلسطينية ومناصرة. وفيكم ترجعوا لليوتيوب وترجعوا وتشوفوا، فهمتوا لا، جماهير الرجاء وجماهير الوداد، ومش الرجاء والوداد فقط، حتى فرق أخرى، اقسم بالله حتى فرق اخرى في تطوان وفي طنجه وفي اكادير وفي مراكش وفي المحمديه وفي جديده وفي فرق كثير، والمغرب الفاسي والجيش الملكي. شوفوا اللي تيفوك الاعلام هذيك، الرايات هذيك، وفيها فن وفيها زخرف، فيها فن وابداع برسوم رموز المقاومه وشعارات تنصر القضيه الفلسطينيه. فبالله مرة أخرى ما تخلطوش. وتحية مرة أخرى للمغاربة عموما، وخاصة في هولندا، وبرافو برافو برافو، والسلام عليكم ورحمة الله.